مرحبا بكم في قناة واش فراسك للأخبار. ليصلك كل جديد، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة. أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل أن بداية منتخب السيليساو في كأس العالم لم تكن في مستوى التطلعات، وذلك بعد التعادل أمام المنتخب المغربي بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من البطولة. وأعرب أنشيلوتي عن خيبة أمله من الأداء الذي قدمه لاعبوه، خاصة خلال الشوط الأول من المواجهة. وأوضح المدرب الإيطالي أن المنتخب البرازيلي عانى كثيراً أمام الضغط العالي الذي فرضه المنتخب المغربي، مشيراً إلى أن لاعبيه خسروا العديد من الصراعات الثنائية والاستحواذ على الكرة، وهو ما صعب عملية بناء اللعب والخروج بالكرة بشكل سليم. وأضاف أن الفريق تحسن نسبياً خلال الشوط الثاني، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي كان ينتظره. وقال أنشيلوتي في تصريحاته عقب المباراة: لم نبدأ اللقاء بالشكل الجيد الذي كنت أنتظره، وهذا يقلقني قليلاً. المغرب منتخب قوي وخلق لنا العديد من المشاكل. لست راضياً تماماً عن النتيجة والأداء، لكن هذه الأمور تحدث في كرة القدم، والآن تركيزنا مصب على المباراة القادمة. ليصلك كل جديد، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة.